السلام عليكم. النهارده انا جاي اتكلم معاكم في الضرايب على امازون. في ضريبتين على امازون، ضريبه الدخل وضريبه القيمه المضافه. انا هشرح لك في الاول ضريبه الدخل، ودي ما انت ما بتدفعش ضرايب لامازون خالص، انت بتدفع على الدخل او الربح اللي بيجي لك من امازون. ماشي، فنبدا كده. اول حاجه، امازون عندها حسابين، حساب شخصي او حساب شركات. حساب الشركات كده كده مطلوب منه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وتثبت انك شركه يعني. وحساب شخصي او فردي، ده حساب شخص عادي خالص عايز يبيع اي حاجه على امازون بيبيعها. لكن دلوقتي القانون في مصر بينص انك لازم اي حد بيبيع اونلاين لازم يدفع ضريبه على الدخل او الربح اللي بيجيله من الخدمه، المبيعات اللي بتحصل على الاونلاين. امازون من ضمن المواقع دي انك انت بتبيع اونلاين، فهتدفع عليها ضريبه. يعني انت مش هتدفع ضريبه لامازون خالص. ضريبه الدخل دي بتتحسب ازاي؟ بتشوف انت تكاليفك كانت كام والبيع اللي انت بعته كام. كمثال مثلا انت بعت ب100,000 جنيه، تكاليفك كانت 80,000 جنيه اللي هي بقى رسوم امازون بتكلفه المنتج. يعني المنتج كان بكام، جملة عليك يعني، وشحنه بكام، ورسوم الشحن والعمولة ومواد التغليف وأدوات التغليف اللي هي الأكياس. كل حاجة بتجمعها، وخط الإنترنت بتاعك ومواد الطباعة ورق الطباعة والطبعة نفسها، وكل ده أنت بتحسبه في ضمن التكاليف بتاعتك. وتشوف مثلا التكلفة دي كانت 80,000 جنيه وانت بعت ب100,000 جنيه، فيبقى انت ربحت 20,000 جنيه، فهتدفع ضريبة دخل او ضريبة ربح اخر السنة في ال20,000 جنيه دول. بتدفع من يوم 1/1 من كل سنة لحد يوم 31/3 في بداية السنة الجديدة. يعني السنة الجاية هتبقى من 1/1 ل31/3. دي ضريبة الربح. انت عملت شغل واشتغلت وربنا كرمك وعديت مبيعاتك على امازون او الاونلاين عموما، عدت ال500,000 جنيه في اخر 12 شهر. لازم تسجل في ضريبة القيمة المضافة، ودي ضريبة شهرية، والمفروض اللي بتحملها المشتري. يعني انت بتاخدها من المشتري وبتضيف على ثمن المنتج بتاعك. يعني لو المنتج ب100 جنيه انت بتبيعه ب114 جنيه عشان هتدي للضرايب 14 جنيه اللي هي ضريبة القيمة المضافة. دي كل شهر انت بتروح تدفعها لو مبيعاتك عدت ال500,000 جنيه. يعني 500,000 جنيه فيما فوق هتروح تسجل. الموضوع كده بسيطة. يعني عندك ضريبتين، ضريبة لو انت وصلت 500,000 جنيه، وضريبة كده كده انت بتدفعها وصلت ما وصلتش، اللي هي ضريبة الربح او الدخل دي. تمام. الشركات كده كده عارفة المعلومة دي، الافراد هي اللي ما عندهاش المعلومة دي. ولو انت مش هتسجل على الضرايب، التسجيل عموما بيكون اونلاين. يعني انت هتسجل في الضرايب اونلاين. يعني انت مش هتروح زي قبل كده كنا بنروح الضرايب ونسجل ونعمل عقد ايجار. لا، انت بتسجل اونلاين على المنصه الخاصه بالضرايب، وبعد كده بيقول لك الطلب بتاعك اتقبل ولا اترفض، ولو اترفض ليه، وهتبدا الطلب من تاني. الموضوع ممكن ياخد معاك اسبوع وتاخد الرقم الضريبي. الرقم الضريبي ده بتقدمه لامازون في خلال 30 يوم من وقت شغلك، او ممكن اول ما تفتح الحساب تقدم عليه، وبعد كده لما تاخده تقدم على انك تبدا تشتغل يعني. وده افضل حاجه عشان ما تعرضش نفسك للضرايب خالص. طيب، الناس اللي ناويه تشتغل فردي وما تطلعش رقم ضريبي، الافضل ما تشتغلش عشان هيحصل لك مشاكل كبيره جدا مع الضرايب وغرامات كبيره جدا، اذا كانت ضريبه القيمه المضافه او اذا كانت ضريبه الدخل. لو انت مش ناوي تعملهم ما تشتغلش عشان هيحصل لك مشاكل كبيره، وانا وضحت ده كذا مره. القانون ده قانون دلوقتي وبتحاسب عليه. طيب، ناس كتير حساباتها بتتقفل في امازون بسبب ان هي ما قدمتش الرقم الضريبي بتاعها، وده كويس عشان بيطلعوا من السوق، ويبدا المنافسه. كانت لو هي مثلا 10 تجار بيبقوا 8 تجار و5 تجار، فالمنافسه بتقل شويه، فانت لو هتشتغل هتاخد حصه من السوق كويسه جدا على امازون. تمام. انا وضحت الموضوع اهو. لو في اي مشاكل كلموني. هحاول اسيب اللينك بتاع الضرايب في اللي انت بتقدم عليه برضو في وصف الفيديو.